يا جمهور العميد، يا ذهب المدرج، يا أهل الشعار اللي ما ينطفي نوره، حياكم الله في شبكة الاتحاد 24، الصوت اللي ولد عشان يدافع عن الاتحاد ويحمي حقه في كل خطوة. قبل نبدأ، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الله عشان البركة تحل ويبدأ كلامنا على خير. هالقناة واقفة مع الاتحاد قلبا وقالبا، واقفة ضد أي حملة، ضد أي ظلم، ضد أي محاولة تشويه، وهنا نقولها بصوت عالي. شبكة الاتحاد 24 موجودة للدفاع عن الاتحاد وتقديم الحقيقة مثل ما هي، بدون تردد وبدون خوف. والآن يا جمهور الذهب نجي للدعم الحقيقي اللي يرفع القناة ويقوي صوتكم. الاشتراك في القناة لا تفوته، الانتساب دعم كبير يساعدنا نواصل، اللايك يرفع الفيديو ويوصل صوت الاتحاد أبعد، التعليق يفتح باب النقاش ويقوي حضور الاتحاد، مشاركة المحتوى في الجروبات وفي السوشيال ميديا هذه أقوى دعاية للقناة. كل ضغطة منكم تعني إن صوت الاتحاد أقوى وإن كلمة العميد ما يقدر أحد يطفيها. شبكة الاتحاد 24 درع الاتحاد الإعلامي ومنبر جماهير الذهب، واللي يحاول يوقف قدام العميد يعرف أن جمهور الاتحاد يسقط أمام الدحيل بنتيجة ثقيلة في دوري أبطال آسيا. سقط نادي الاتحاد اليوم أمام الدحيل القطري بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، في مباراة صعبة على كل اتحادي متابع. سجل الاتحاد هدفين عبر نجم الفريق كريم بنزيما الذي حاول تقليص الفارق وإعادة الروح للفريق، لكن الدحيل كان الأقوى والأكثر خطورة على مرمى الاتحاد طوال المباراة. الدحيل سجلوا أهدافهم عبر عادل بولينا الذي سجل هاتريك رائع، بينما أضاف كريستوف الهدف الرابع ليحسم النتيجة بشكل نهائي. الاتحاد دخل المباراة برغبة واضحة في الضغط والهجوم، لكنه عانى من ثغرات دفاعية كبيرة ما سمح للفريق القطري بالسيطرة على مجريات اللقاء وتسجيل أهدافه بسهولة. الهزيمة جاءت كدرس كبير للاتحاد الذي سيحتاج لإعادة ترتيب أوراقه وتحليل الأداء قبل مواجهة المباريات القادمة في دوري أبطال آسيا، خصوصا مع استمرار المنافسة الشرسة على صدارة المجموعة. أول تعليق من كونسيزاو بعد الخسارة: أطلب من الجماهير التسامح. علق البرتغالي سيرجيو كونسيزاو المدير الفني لنادي الاتحاد على الهزيمة الثقيلة أمام الدحيل قائلا إن الفريق الخصم استحق الفوز، وناشد الجماهير بالتسامح على هذه النتيجة المؤلمة. وأوضح كونسيزاو أن الاتحاد حاول اللعب بشكل هجومي لكنه افتقد للتماسك الدفاعي ما أثر على النتيجة النهائية. وأكد كونسيزاو أن فريقه كان يمتلك فكرة واضحة للمباراة، إلا أن التطبيق على أرض الملعب لم يكن بالمستوى المطلوب، خاصة مع إشراك لاعبين جدد كان الهدف من مشاركتهم تغيير ديناميكية الفريق داخل المباراة. وأضاف أن بعض اللاعبين لم يظهروا الأداء المطلوب، واصفا ذلك بأنه أول مرة يمر بها في مسيرة تدريبه بهذا الشكل. لكنه شدد على أن كرة القدم مليئة بالتحولات الهجومية والدفاعية، وأن الاتحاد سيعمل على تصحيح الأخطاء في المباريات القادمة. كونسيزاو اختتم حديثه بالتأكيد على تحمله المسؤولية وطلب من جماهير الاتحاد التسامح والصبر، معربا عن عزمه على إعادة الفريق لمستواه الطبيعي واستعادة الثقة قبل المباريات المقبلة في البطولة. أزمة محتملة في الاتحاد بعد تصريحات كونسيساو بعد الخسارة. أصبحت إدارة نادي الاتحاد أمام اختبار صعب بعد التصريحات العلنية للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو عقب الخسارة الثقيلة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4-2، والتي هاجم فيها لاعبي الفريق بشكل غير معتاد. التصريحات فجرت توترا كبيرا بين المدرب والنجوم، ما يهدد استقرار الفريق قبل مباريات حاسمة في دوري أبطال آسيا وكأس الملك. الإعلامي الرياضي حمد الراشد دعا الإدارة إلى التدخل العاجل لاحتواء الأزمة، مشيرا إلى أن الهجوم على اللاعبين كان يجب أن يتم داخل غرفة الملابس أو أثناء التمرين وليس على الملأ، محذرا من أن تجاهل الموضوع قد يؤدي إلى دفع الفريق الثمن أمام المنافسين في البطولات المحلية والقارية. الموقف يعكس حجم التحدي أمام إدارة الاتحاد في الحفاظ على الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني، خاصة مع وجود مباريات قوية قادمة تتطلب تركيزا عاليا وتنسيقا جماعيا كاملا. وفي حال استمرار هذا التوتر فقد تتأثر النتائج وأداء الفريق في الموسم الحالي بشكل كبير. أهم خطوة للنصر في الميركاتو الشتوي. يرى الناقد الرياضي عيسى المسمار
أن التعاقد مع لاعب متعدد الاستخدامات خلال فترة الانتقالات الشتوية يعد من أهم الخطوات التي يمكن أن تقوم بها إدارة نادي النصر لتعزيز قدرات الفريق على المنافسة. هذا اللاعب أو ما يعرف بالجوكر يجب أن يكون قادراً على اللعب في أكثر من مركز ليغطي غياب أي لاعب ويحافظ على مرونة الفريق التكتيكية. المسمار أشار إلى أن نموذج مثل أنجيلو أثبت نجاحه في النصر، حيث ساعد الفريق بلعبه كجناح ومحور هجومي مساهما في تغطية أكثر من خانة بجودة عالية. وأضاف أن اللاعب الجديد يجب أن يتمتع بنفس المرونة مثل ليساندرو مارتينيز القادر على اللعب كقلب دفاع ومحور وحتى ظهير، ليصبح عنصرا أساسيا يرفع من مستوى الفريق ويعطي خيارات متعددة للمدرب خلال الموسم. هذه الخطوة تعد رسالة واضحة لإدارة النصر بضرورة الاستفادة القصوى من فترة الشتاء لتدعيم صفوف الفريق بلاعب جوكر حقيقي يمكن أن يصنع الفارق في المباريات القادمة وضمان استمرارية المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الحالي. اتهامات حادة ضد كونسيساو بعد خسارة الاتحاد أمام الدحيل. شن الإعلامي الرياضي عبد الله فلاتة هجوما شديدا على مدرب الاتحاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعد الخسارة الثقيلة للعميد أمام الدحيل القطري بنتيجة 4-2 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. فلاتة اعتبر أن كونسيساو يتحمل مسؤولية النتيجة أكثر من اللاعبين، مؤكدا أن التشكيل والتكتيك الذي اعتمده المدرب كانا كارثيين في بعض جوانب المباراة. وأشار فلاتة إلى أن الدفاع المتقدم خارج أرضه وضع الفريق في موقف صعب منذ البداية، كما أن إشراك اللاعب سميتش البطيء في الأداء أثر على سرعة الفريق وردة فعله الهجومية والدفاعية، كما نبه إلى تأخر تغييرات المدرب في وقت حاسم واستبعاد اللاعب دومبيا الأكثر نشاطا وحيوية ما قلل من قوة الهجوم. كما أكد أن لاعبي الاتحاد بدأوا المباراة بشكل متبلد بدون الشراسة المعتادة واستقبلوا أهدافا بسهولة، هو ما جعل الجماهير تشعر بخيبة أمل كبيرة. وأضاف فلاتة أن هذه المباراة بمثابة إنذار للمدرب لإعادة تركيب أوراقه والبحث عن حلول عاجلة قبل المباريات القادمة في دوري أبطال آسيا لضمان عدم تكرار مثل هذه الهزائم المؤلمة. استقالة هامة في مجلس إدارة الاتحاد منذ الصيف الماضي. في خبر آخر، كشفت تقارير صحفية عن استقالة عبد الله الغامدي من مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدة أن القرار تم اتخاذه منذ الصيف الماضي بعيدا عن أي تأثيرات فنية أو نتائج الفريق الأخيرة. وأوضحت التقارير أن الغامدي لم يحضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ فترة طويلة، وأن استقالته جاءت بناء على رغبته الشخصية فقط دون أي علاقة بخسارة الاتحاد أمام الدحيل أو نتائج الفريق في دوري أبطال آسيا. هذا القرار يعكس أهمية إعادة ترتيب الإدارة في الاتحاد وضمان وجود خطة واضحة لدعم الفريق فنيا وماليا خلال الموسم الجاري، خصوصا بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الفريق على الصعيد القاري. جماهير العميد تنتظر خطوات سريعة من الإدارة لتصحيح مسار الفريق والحفاظ على استقرار النادي ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية، وعدم السماح لتكرار مثل هذه الهزائم المؤلمة أمام الفرق. نجوم الاتحاد الذين حان وقت رحيلهم بعد خسارة الدحيل. أكد الإعلامي الرياضي عبد الله فلاتة أن بعض نجوم الاتحاد أصبح وقت رحيلهم قد حان من أجل مصلحة الفريق بعد الخسارة الثقيلة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة. وأشار فلاتة إلى أن الأسماء الأبرز التي لم تعد تضيف للفريق هي حسام عوار وستيفن بيرغوين، مبينا أن أداء حسام عوار غير ثابت، حيث يقدم مباراة جيدة تتبعه 3 مباريات ضعيفة بلا تأثير، وهذا النمط لا يساعد الفريق في المنافسة على البطولات. وأضاف فلاتة أن اللاعب يجب أن يثبت وجوده في أرض الملعب، خصوصا مع حجم المسؤولية والمرتب الكبير الذي يتقاضاه. هذه التصريحات تعكس حجم القلق بين الإعلام والجماهير حول مستقبل الاتحاد، وتؤكد ضرورة إعادة تقييم الأداء الفردي لبعض اللاعبين الذين لم يقدموا الإضافة المرجوة لضمان بقاء الفريق على طريق الانتصارات واستعادة مكانته القارية. الفراج: الضغط داخل الاتحاد وصل لأعلى مستوياته بعد الخسارة أمام الدحيل. علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الهزيمة القاسية التي تلقاها الاتحاد أمام الدحيل، مؤكدا أن الضغط على الفريق وصل إلى أقصى مستوياته بعد هذه النتيجة المفاجئة.
وأوضح الفراج خلال برنامجه أكشن مع وليد أن الإعلامي عبد الله فلاتة أصبح على وشك الانفجار بسبب حجم الضغوط الكبيرة التي يعيشها العميد حالياً، خاصة مع تذبذب النتائج وتراجع الأداء في البطولة القارية. وأشار الفراج إلى أن جماهير الاتحاد الآن تطالب بإعادة ترتيب الأوراق فوراً والبحث عن حلول عاجلة لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات، خصوصاً مع المباريات القادمة التي تتطلب تركيزاً عالياً واستقراراً نفسياً وفنياً بين اللاعبين والجهاز الفني. وأضاف الفراج أن استمرار تراجع الأداء قد يؤدي إلى أزمة أكبر داخل النادي، مع ضرورة تدخل الإدارة بشكل سريع لاحتواء الوضع وحماية الفريق من مزيد من الهزائم التي قد تهدد طموح العميد في المنافسات المحلية والقارية. وبكذا يا جمهور الذهب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، لكن صوت الاتحاد ما ينتهي وصوت المدرج ما يسكت. إحنا هنا بشبكة الاتحاد 24 باقين واقفين ندافع عن الاتحاد ونكشف الحقيقة ونقول كلمة الحق ولو ما عجبت أحد. لا تنسون يا عشاق العميد الاشتراك في القناة، الانتساب، اللايك وكتابة تعليقاتكم ومشاركة الفيديو في كل جروب واتساب وتويتر وسناب. دعمكم هو السلاح اللي نقاوم فيه أي ظلم والدرع اللي نحمي فيه الاتحاد من كل حملة. شبكة الاتحاد 24 صوت المدرج ودرع العميد الإعلامي، ومهما حاولوا يوقفون الاتحاد نقول لهم العميد ما ينكسر وجمهوره ما يعرف يتراجع. نشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.